الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الشعب السوري العظيم، لقد مرت سوريا بمرحلة مأساوية في تاريخها الحديث تحت حكم النظام الساقط. قتل فيها الشعب وهجر الناس وغيبوا في سجون ظلام، وارتفعت أصوات المعاناة عاليا، كما هدمت مقدرات الدولة ونهبت بأيدي السراق القتلة، وتحولت سوريا إلى بيئة طاردة ومنفرة لأهلها ولجيرانها وللمنطقة والعالم. نبذت سوريا للأسف وانزوت بعيدا عن أشقائها وأبنائها وجيرانها، وباتت سوريا الحضارة غريبة عن تاريخها المشرف وبعيدة عن أصالتها، وتأخرت عن مصاف الدول. وهناك وفي إدلب العز وفي ظل الثورة السورية المباركة كان يبنى مستقبل لسوريا الجديدة. تحررت البلاد وفرح العباد وفرح معهم أشقاؤنا والدول المجاورة، بل والعالم بأسره. وعاد روح الانتماء لشعبنا، وظهر جليا حرص الشعب على دولته الجديدة، وحرص الدول الأشقاء وشعوبهم ومشاركتهم لفرحة السوريين. وبدت نافذة الأمل تطل وتشرف على مستقبل واعد، غير أن سوريا مكبلة بأعباء الماضي وآهاته. وخلال ال6 أشهر الماضية وضعنا أولويات العلاج للواقع المرير الذي كانت تعيشه سوريا، وواصلنا الليل بالنهار. فمن الحفاظ على الوحدة الداخلية والسلم الأهلي، وفرض الأمن وحصر السلاح، ودمج الفصائل في وزارة الدفاع، وتشكيل الحكومة، واللجنة الانتخابية لتشكيل البرلمان، والإعلان الدستوري، والمؤتمر الوطني، وتشكيل هيئة العدالة الانتقالية، وإلغاء القوانين الجائرة، وتحرير السوق، وتقييم الواقع المؤسساتي والخدمي، ووضع اليد على الخلل وطرق علاجها. وتزامن مع كل هذا جولات مكوكية للدبلوماسية السورية لمشاركة الدول للتعريف بواقع سوريا الجديد، التي قامت بالمشاركة بأهم المنتديات والمؤتمرات الدولية، ورفعت علم سوريا الحبيبة في الأمم المتحدة، كما ونجحت في فتح أبواب مغلقة ومهدت الطريق لعلاقات استراتيجية مع الدول العربية والغربية. فرأينا لهفة أشقائنا من الدول، واكتشفنا أن العالم بأسره يحب سوريا ويهتم لشأنها، لما لها من مكانة عظيمة في نفوس